عاملين ايه؟ رمضان كريم. الفيديو ده طالع من قلبي. بصوا، قلوب كتير 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 كده بتطلع من عيني وانا باكل الاكلة دي. بصوا، خطيرة، بتدفي بتشبع لو عندك اطفال كده. إيه تبقى مغذية لهم كده، وكل حاجة في طبق واحد. انتي هتعمليها سهلة في حلة واحدة، مش هتقعدي بقى تنقلي من حلة لحلة والكلام ده. الكبسة والمقلوبة انا عملتهم بكل الطرق، وبطرق شيفات كبيرة جدا، ما نجحوش معايا نهائي. لان انا جربت الطعم الاصلي بتاعها من السعوديين والفلسطينيين. فحلوة قوي ولهم نفس فيها كده، مهما نعمل ومهما نجيب توابل وحاجات مش هتيجي زيهم. فانا حبيت اعمل حاجة قريبة وتكون طعمها في نفس يعني الفخامة كده. انا مسميها فخامة لان هي فعلا تحسها متكلفة كده وفيها حاجة غالية قوي. بس بتاعتي دي يعني ولا فيها غالية ولا اي حاجة خالص، بسيطة جدا وسهلة جدا. وانا منبهرة بنفسي ان انا طلعتها كده. بصي، امشي على الخطوات وبنفس التوابل اللي انا حطيتها، والله هتنبهري. هي البطاطس بقدرة قادر اتحولت لتوابل، اتحولت لحاجة كده قيمة. مش عارفة، هو مفيهاش طعم بطاطس، هي فيها طعم حاجة حلوة قوي قوي. لازم تجربوها. بصي يا ستي، دي قطع فراخ. كنت نازلة انا وجوزي، هو اشترى ب70 جنيه مخلل، وب20 جنيه الربع كيلو فراخ دول. انت بقى عاملة بانيه طاير منك حتت كده متقطعة، خالية فرخة وفاضل الحتت الفرافيت دي، اي حاجة. المهم دول فصين توم، ومعلقة توم بودر، بصل بودر، دي بابريكا وفلفل اسود، ودي بهارات شاورما. قلبي بقى كده كويس قوي، ما زوديش اي حاجة تانية، وسيبها في التلاجة ليلة ليلتين. انا عملتها تبلتها كده وسبتها يومين في التلاجة. ما كنتش لسه عارفة انا هعمل بها ايه. بس الخطوة دي طلعت قمة في الجمال، احسن من انك تعمليها بقطع فراخ كبيرة او من غير تتبيل يعني. آم، بصي يا ستي، المادة الدهنية اي مادة دهنية عندك، انا حاطة سمنة بلدي وزيت. المهم يكون فيها زيت، وحطي اي حاجة بقى. الفراخ طبعا بعد ما اتنغنغت في التتبيلة كده، حتى لونها اتغير طبعا من الحاجات اللي احنا حاطينها. بصي، اهم حاجة بقى التشويح على نار عالية عشان تاخد صدمة، ما تنزلش المية، تبقى قطعة الفرخة نفسها جوسي كده وحلوة قوي. تمام. البصل يكون متقطع مش مفروم في الكبة، وده هيفرق جدا. زي رز الحمام كده، لما بتكوني عاملاه البصل بيبقى قطع طعمه احلى. تمام. اهم حاجة بقى التشويح، تفضلي تشوحي كده، وكله في حلة واحدة، مش هنقعد ننقل ولا اي حاجة. تمام. لحد ما البصل يدبل معاكي، ومش يتحمر، لا يبقى دبلان وشفاف كده. وبس يعني ما تحمرهوش. هتنزلي بقى البطاطس تاخد تشويحة معاهم. انا مش عارفة انا نمت ولا ايه اهي. بصوا، والبطاطسية دي طول ما انا بمنتج الفيديو هي حرقة دمي اللي هو على البوتاجاز دي. بس انا ببقى باصة في الكاميرا وناسية الحلة. بس يا ستي، اهم حاجة تشوحي كتير براحتك كده. حطيت دي بهارات كبسة، وهحط مكعب واحد مرقة دجاج. لو ما عندكيش بهارات كبسة، حطي 2 مرقة دجاج. تمام. وحطيت معلقة واحدة صلصة. الميزة فيه ان هو لا احمر رز بطماطم، ولا اصفر رز بكركم، لا هو لونه جميل قوي يعني ما بين الاتنين كده. تمام. بس هتحطي الرز، وافضلي برضه شوحي شوحي على قد ما تقدري. الخطوة دي بتخلي كل حاجة كده تتنغنغ من بعضها. بصي، هنا تشوحي براحتك وبقلب براحتي، لان البطاطس لسه نية. لكن لما يدخل في السوا معاكي، لا، قلبي بالراحة. هتسويه بقى زي اي طريقة رز عادي. انا بس هدوق الملح، لقيته ناقص ملح حطيت. انت برضو ما تنسيش الخطوة انك ايه، تظبطي الملح بتاعك. بس ما تحطيش بقى اي اضافات تانية. والله العظيم خطير خطير. انا كنت منبهرة بيه كده. وتقدري تعمليه وجبة في يوم لوحده، وما تحاوليش تغيري بقى في اي حاجة. انت عارفة، بالرغم من بساطته وسهولته، ان انت هتقولي انا لازم اعمل عزومة واعمله فيها. حلو قوي قوي. بصي، البطاطس ما اتهرتش ولا اي حاجة، والفراخ جوسي وطرية. جميل جدا. الريحة بتبقى حرفيا قلب المكان كله.
الشكل بتاعه حلو قوي، يعني ممكن كمان الكاميرا تكون ظلماه. مفرفر كده. بصوا هو كل الحاجات الحلوة فيه، غير ان هو مدي طعم، انا مش عارفة تحسيه كأنه بصنوبر بمكونات، انت تحسي ان هو داخل فيه حاجات غالية، وهو يعني ولا غالي ولا حاجة بس خطير وريحته حلوة قوي. بس يا ستي، لو انتي اول مرة تشوفي القناة لازم تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بقدمه. وانا هدفي ان انا اجيب لك احلى طعم واحلى شكل باسهل طريقة وباسرع وقت. وبس ما تقوليش رأيك غير لما تجربيه وتدعيلي وتيجي في الكومنتات وتقولي لي ان انتي عملتيه. ولو عملتيه لاطفالك وعجبهم، اللي هم ما بياكلوش فراخ بقى ولا بطاطس وبيدوخوكي على الاكل، هم اللي هيطلبوا منك الاكلة دي. وبس، بألف هنا وشفا باي.